الاهلي بيخسر من فريق شكشوكة، وبيخرج من كاس العالم للانديه الانتر كونتيننتال بفضيحه، بعد ما فريق شكشوكة يعني اتبرع للاهلي كده بضربتين جزاء. اول ضربتين جزاء قام جاي مضيعهم، والاهلي معرفش يستغل الفرصه وخسر المباراه. الف 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 مبروك لفريق باتشوكا الشقيق، فوزه على النادي الاهلي وصعوده عشان مواجهه ريال مدريد في نهائي الكبار، اللي الفرق الصغيره صعب انها توصل للنهائيات العالميه دي، واخرها تلعب في الثالث والرابع لو كان في ثالث ورابع في الانتر كونتيننتال. فريق الاهلي بقى ما يلومش الا نفسه، والاختيارات والظلم في الاختيارات هي اللي ادت لكده. انت يا كولر بتعمل ايه يا كولر؟ يا ريتهم بتوع السعوديه كانوا خدوك انت وسابوا جوميز، على الاقل جوميز مدردح شويه. يعني انا بقول لك اهو وانا مغمض، لو جوميز كان مكان كولر النهارده الاهلي كان كسب 3-4 مرتاح. الفرقه اللي شكشوكه اللي الاهلي كان بيلعبها باتشوكا يعني ما هياش الفرقه المرعبه، يعني باستثناء يوسف ادريس اللي هو المغربي ده عاديه خالص، مش ملاك يعني. في فرق كتير في الدوري المصري احسن منها، بدليل انهم ضيعوا ضربات جزاء وهجصوا كتير، بس لان الاهلي تقريبا ما كانش عايز يكسب النهارده. الفرقه دي قدرت انها تعمل نتيجه قصاد النادي الاهلي وتتعادل وتكسب في ضربات الجزاء وتصعد. الاهلي اللي ادالها فرصه، مش هي اللي فرقه حلوه وكده. اختيارات كولر لضربات الجزاء غريبه جدا، غريبه جدا. انت مختار مين يلعب ضربات الجزاء؟ قفشه اختيار صح، حريف، لعيب حريف، لعيب في الضربات الثابته وفي الشوط وفي ضربات الجزاء يعتمد عليه. تعالى بقى الاختيارات: مروان عطيه ما يشوطش، كهربا ما يشوطش، بيرسي تاو ما يلعبش وما يشوطش ويمشي من الاهلي، خالد عبد الفتاح ايه، انا عندي اكرم توفيق، عندي عمر كمال، وسايب الاثنين دول، سايب عمر كمال واكرم توفيق، وبلعب بخالد عبد الفتاح في الجناح اليمين وصاد اخطر واحد اللي هو اسامه الادريسي. انت بتفكر ازاي يا كولر؟ انت ضيعت الاهلي. تاني حاجه وسام ابو علي، طب انت مطلع وسام ليه ومنزل كهربا؟ مبدئيا وسام كده في الضربات الثابته 10/10، ضربات الجزاء 10/10. يعني لو كان انفراد كهربا ده جه لوسام كان الماتش خلص. فتحس ان كولر كده ما كانش عايز يقابل ريال مدريد، كان عايز الاهلي يخسر عشان يطلع بره، ما يقابلش ريال مدريد عشان ما يحصلش فضيحه. نيجي بقى للكارثه الكبيره اللي عملها كولر. انت بتلعب بيرسي تاو ليه؟ عجيبه غريبه. بيرسي تاو هو لو انت سالت بيرسي تاو نفسه تلعب هيقول لك لا انا مش في حالتي، انا بقالي كتير جدا بعيد عن الكوره، اخر ماتشات ليا مع الاهلي زفت، عايز امشي واسيب النادي، عايز فلوس عشان امشي وبدور على فريق تاني وغالبا هيجي الزمالك. فاي حد